مرحبا معكم حلا. هلا باعتبار قرب رمضان فكتير منا بيلجأ لتفريز يعني الخضار، لتفريز فواكه مشان نستخدمها بموضوع العصير أو صنع الحلويات أو لتسهيل علينا أو تخفيف الوقت اللي ممكن إنه نحن ناخده بتحضير الطعام. هلا بدنا نحكي عن إنه هل التفريز فعلا هو شيء مضر وسيء بالمطلق، والأكياس نحن يلي منفرز فيها هل كمان تسبب مشاكل صحية، وإنه هي الخضار فعلا هي بتفقد كل قيمتها الغذائية. إن شاء الله رح نحكي كل هذا الشيء بهذا الفيديو. هلا أول شيء طبعا الخضار اللي بدنا نحن أو الفواكه يلي نحن بدنا نلجأ للفريزر لحتى نحتفظ فيها لأطول وقت ممكن، ما بتفقد قيمتها الغذائية ولا بتسبب أمراض خطيرة إذا نحن اتبعنا شوية خطوات بتكون كتير مهمة بتحديد يعني نوع الإجابة على هذا السؤال. لأنه الممارسات الغلط هي اللي بتأدي فينا لنتائج مو كتير حلوة، بينما أنه نحن نتقيد بالشيء اللي بيخلينا أنه فعلا ناخد أكبر الاستفادة من هذا الموضوع هي أنك تتبعي الخطوات. هلأ أول خطوة هي أنه الوقت اللي نحن بدنا نجمد فيه هاي الخضار أو الفواكه. يعني هلأ أنا جبت مثلا بدي فرز طماطم لنفرض أو بندورة، أنا نزلت على السوق جبت مثلا 4 أو 5 كيلو. هلأ هي طبعا بتكون موجودة عند الشخص اللي بده يبيعنا إياها مثلا طازة، وهو جايبها مثلا قبل بيوم المساء من المصدر الأساسي لإلها. هلأ أنا ما بيصير جيبها وحتى عندي بالثلاجة أو بالبراد 4 5 أيام بعدين إجي أنا بدي أشتغل فيها أو أشترها أو أطبخها وبعدين مثلا فرزها أو أيا كانت يعني النوعية أو الطريقة اللي أنت بتفرزي فيها المواد. هذا الشيء بيفقدها كتير من قيمتها الغذائية. يعني لأنه الوقت أنا اللي بدي جمد فيه الخضار هي كتير نقطة أساسية. أنا جمدتها طازجة فأنا فعلا بحتفظ يعني نسبة كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات الموجودة فيها ومن القيمة الغذائية الموجودة فيها. يعني أنا الوقت كتير مهم بهذا الموضوع، فجبتيها اشتغلي فيها مباشرة وجمديها. النقطة الثانية لا تخلي مدة التفريز يعني تزيد عن 6 شهور. يعني أنا بفضل على طول بين الشهر وال4 شهور، هي يعني أفضل مدة. لكن عندك الحد الأقصى هي 6 شهور. هون أنت فعلا بتاخدي يعني أكبر فائدة من هي الفواكه أو الخضر أو أي شيء أنت جمدتيه. فيعني المدة الزيادة خلص يعني في شيء ببلش ينقص وبيبلش إنه هو حتى يتغير اللون، يعطيكي غير الطعمة اللي هي ممكن تعطيكي إياها وهي وفريش. النقطة الثالثة هي أنا سرعة التفريز عندي. يعني أنا مثلا في فريزرات مثلا يعني بتخلي ممكن بنص ساعة هي بتجمد تماما، وفي نوعية تانية بتاخد 3 ساعات، وفي شي 6 ساعات. فأنت كل ما كان عندك التفريز قوي ومباشرة هو يعني جمد الشيء اللي أنت حطيتيه بالفريزر بتكون النتيجة أحسن لبعدين، لأنه بيحافظ على اللون وعلى القيمة الغذائية بطريقة كتير فعالة، وبيختصر الوقت اللي هي ممكن إنه تضل بالفريزر وهي عم تتجمد بطريقة هيك يعني على مراحل. النقطة اللي كتير مهمة كمان هي إنه أنت لما بدك تطالعي هذا الشيء اللي فرستيه من الفريزر، هلأ أفضل طريقة هي إنك دغري تستعمليه بالطبخ. يعني أنا طلعت مثلا البازاليا أو الطماطم أو الجزر أو أي شيء أنا بستعمله، أنا مباشرة حطه بالطبخة اللي أنا بدي استعمل فيها. يعني أنا إذا تركتها لحتى تدوب تماما رح تلاحظي إنه اللون بيختلف. يعني بيفرز مي كتير بقلب يعني مثلا بالكيس نفسه أو بالوعاء اللي أنت حطيتي الخضار فيها لحتى يروح عنا التجميد. هذا الشيء بيفقدها كتير من قيمتها الغذائية وبيفقدها من اللون ومن حتى القوام يعني لأي خضرة أو أي فواكه أنت فرستيها. هدول نقط كتير مهمة إذا أنت اتبعتيهم فعلا تاخدي لون وطعمة وقيمة غذائية كتير قريبة من الفريش أو الطازج اللي أنت ممكن إنك تشتريه من السوق.
هلأ منيجي للأكياس، هل هي فعلًا ممكن إنه تسبب لنا سرطانات أو تسبب لنا مشاكل صحية؟ كمان هذا الشي بيرجع اختيارِك نوعية هاي الأكياس. هلأ أول شي في أكياس مخصصة للفريزر، هاي كتير بتكون يعني آمنة ومعروف الشركة اللي صنّعتها. بدِّك تطلّعي على الكيس لازم ما يكون كتير كتير سميك ولا كتير يعني رقيق، هاي كمان نقطة مهمة. على يعني صفاء الكيس، أحيانًا الكيس منجيبه كتير بيكون مغبّش أو بيكون فيه سماكة أو بيكون يعني ناحية سميكة ناحية رقيقة، هذا الشي بيكون يعني سيء جدًا، وتصنيعه أو المواد اللي داخلة فيه مو ملائمة لإنه نحن يعني نستعمله موضوع الغذاء. هلأ طبعًا الأكياس اللي أنتِ بتجيبي فيها الأغراض، يعني مثلًا أنا رُحت أشتري من السوق فحطيت أكياس، أعطوني أكياس أنا أحط فيها مثلًا الخيار والبندورة والفواكه، هي لا تستعمليها نهائيًا لأي شي متعلق بغذائِك أو غذاء أطفالِك، ولا حتى إنه تلفّي فيها ساندويشة. لأنه هي بتكون مصنوعة من يعني مواد كتير يعني سيئة ومو مناسبة أبدًا وبتتحلل بسرعة، وكل ما كان لونها غامق مثلًا اللون البني واللون الأسود هذا بيكون سيء، لأنه يعني بيكون نوعية البلاستيك أو الشي اللي مصنّع منه هو كتير سيء وقابل للتحلل بسرعة. فهاي الأكياس استعمليها بس لحتى أنتِ تحطّي فيها مخلفات القمامة اللي عندِك. ومجرد إنِّك تنقلي فيها مثلًا الغذاء من السوق للبيت مباشرةً بتفضّيها وخلص يعني ما لها استعمال تاني. ال الأكياس هي مشكلتها إنه نحن يعني مشكلتها أكبر الأكياس لمّا نحن بنحطّها بدرجة حرارة منخ مرتفعة، يعني أنا مثلًا بشوف كتير ناس إنه مثلًا بتجيب فول مثلًا أو حمُّص من البياعين مباشرةً بيحطّوا لهم إياه بكيس وهن بيكونوا سخنين كتير، يعني تأكدوا إنه هذا ما في أضر من هيك أبدًا، لإنه الحرارة بتخلّي الكيس ينكمش وبتخلّي المواد اللي هو تصنّع منها تتحلل بقلب الغذاء مباشرةً، فهذا شي كتير سيء. هلأ لمّا بنعرّضها لحرارة منخفضة كتير بيقل خطرها للأكياس، ويعني نقطة كتير مهمة نحن ما نخلّي الشي يفك التفريز فيه وهو بالكيس، يعني كمان هي ما في داعي لإلها. متل ما قلت لكم دغري الشغلة اللي نحن بدنا نستعملها نحطها بقلب الطنجرة أو الحلة اللي بدنا نطبخ فيها مباشرةً. هلأ إذا اتبعتِ هدول يعني النصائح بإذن الله ما في عندِك أي مشكلة بهذا الموضوع، يعني أنتِ فعلًا يعني بتطبخي بطريقة آمنة وبتحصلي على قيمة غذائية ولون وطعم كتير بيكون طيب بإذن الله. منيجي هلأ لتفريز التوم، طبعًا كتير انتشرت قصص إنه التوم بيسبب سرطانات ومشاكل وبيصير فيه بكتيريا كتير كبيرة وبيتغيّر طعمه وكذا، كلّها طبعًا هاي الأمور إذا اتبعتِ هلأ الأسلوب اللي بدي أقول لِك عليه رح تكون تاخدي توم يعني ولا أحلى من هيك بإذن الله. أول شي أنتِ لا تفرزي كميات كتير كبيرة، جيبي كيلو توم هلأ لرمضان يعني قشريه وحطيه بالمفرمة، بالمطحنة، بأي شي أنتِ بتستخدميه لحتى هذا التوم يعني تفرميه. بتحطّي عليه 50 جرام من الملح، وبتحطّي معلقة خل واحدة، هلأ خل أبيض أو تفاح مانا مشكلة، نحن هون بعدنا يعني خلقنا البيئة المناسبة لإنه هذا التوم ما ينمو عليه ولا حتى يعني ربع بكتيريا أبدًا، رح يكون كتير طيب والخل طبعًا ما رح يأثّر لا على الحموضة والملح ما رح يعطيكِ إنه والله يكون كتير مالح، بس هيك أنتِ بتكوني يعني ضمنتِ بطريقة التمليح والتخليل إنه أنتِ أبدًا ما ينمو عليه أبدًا أي شي. بعد ما تفرميه بتقسميه لحصص وبتحطيه بالفريزر شهر، شهرين، 3، 4 ما في منه أبدًا أي مشكلة، يُفضّل إنه ما يزيد عن ال6 شهور. طبعًا أنتِ ممكن تحطيه كمان مثلًا بقطرميزات مسكّرة مضبوط، وممكن إنِّك تحطّي له زيت. هلأ الزيت ما دخله بموضوع إنِّك تحفظي التوم، الزيت بس بيخلّي إنه هذا التوم ما يتجمّد لمّا أنتِ بدِّك تاخدي منه بيطلع بسهولة معِك. وطبعًا أنتِ مجرّد إنِّك مثلًا تطالعي العلبة اللي أنتِ حفظتِ فيها أو ال ال سواءً كان زجاجي أو بلاستيكي، طبعًا بلاستيكي لازم يكون غذائي،
بتفتحيها بتطالعي منها الشيء اللي أنتِ بدك إياه وبتسكري مباشرةً وبترجعيها على الفريزر. بإذن الله بهاي الطريقة ما بيصير أبدًا أي مشكلة والتوم بيطلع يعني غير شكل. ويلّي بيمشي على البصل بيمشي على التوم. يعني البصل إذا بدِك تفرزيه كمان يُفضّل إنِّك أنتِ تحطّي له ملح وتحطّي له خل وتفرزيه. ممكن تقطعيه وتعرضيه للنار وبعدين تفرزيه، وممكن إنِّك أنتِ كمان بعد ما تقطعيه كمان تحطّي له ملح وتحطّي له شوية خل وتحطّيه بأكياس وتحطّيه بالفريزر. هلأ البصل أنا برأيي ما في داعي لإنه هو على طول متوفّر وما أسعاره كتير غالية، ويعني واستعماله فريش بيضل يعني مو كتير صعب مثل التوم. إن شاء الله هذا الفيديو يكون هيك يعني جاوب على شوي من تساؤلاتكم أو الشيء اللي أحيانا نحن بنحب إنه نعمله بس منخاف إنه يكون له نتائج سيئة. وشكرا كتير على متابعتكم.